السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ثم يؤتى بالدنيا على هيئة عجوز شمطاء أنيابها بالية زرقاء اللون. يا أهل المحشر أتعرفون هذه؟ فيقولون نعوذ بالله منها. فيقول هذه هي الدنيا التي من أجلها تشاحنتم ومن أجلها تقاتلتم، فيؤخذ بها فتلقى في جهنم والعياذ بالله. فتصرخ الدنيا وتنادي يا رب أين أشياعي وأتباعي؟ فيقول المولى جل وعلا ألحقوا بها أشياعها وأتباعها. هذه الدنيا التي نتقاتل عليها ونتشاحن من أجلها. يهجر الرجل أخاه ويقطع ابن أباه من أجل دنيا زائلة لا قيمة لها ولا وزن. الدنيا تأتي يوم القيامة على هيئة عجوز شمطاء. عندما يحشر الناس في أرض المحشر منذ أن خلق الله ابن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة، سيحاسبنا ربنا على أقوالنا وأفعالنا في هذه الحياة. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه غير ما كان؟ فلما قرأته ولم تنقل قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبون والموحدون بدار الخلد سكانا. تخيل معي هذا المشهد، رجل منعم منذ أن ولد إلى أن مات ما شعر بالفقر، عنده الملايين والمليارات، عنده الشركات، القصور، لم يحس بالفقر يوما، ولكنه من أهل النار. يؤتى به يوم القيامة فيغمس في النار غمسة لحظة ثانية، ويغمس في النار غمسة، ثم يسأله ربه هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي نعيم قط، لأنه ما ذاق الفخر أبدا إلى أن مات. ولكن هذه غمسة واحدة في النار، فما بالكم من كانت النار مسكنه ومأواه؟ أن طعام أهل النار نار، طعامهم الزقوم، شراب أهل النار نار، شرابهم الحميم، مقامع أهل النار نار، مقامع من حديد، سلاسل وأغلال، وفوق ذلك غضب الجبار. اللهم إنا نسألك الجنة وأن تحشرنا مع نبينا محمد في الفردوس الأعلى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الله شفاعته. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان واحشرنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم أحينا على سنة نبينا وأمتنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ بنات ونساء وأولاد المسلمين، احفظهم بحفظك يا رب العالمين، احفظهم من هذا الوباء، احفظهم من هذا البلاء. اللهم ارفع هذا البلاء عن أمة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام، اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام وسيء الأسقام بفضلك وكرمك يا رب العالمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.